السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو حلو جدا. الطماطم رخيصة جدا في السوق دلوقتي، هنجيبها مع بعض ونخزنها بطريقة كويسة عشان هي بتغلى على دخلة رمضان، وبنحتاجها طبعا، ما بنستغناش عنها في كل أكلاتنا. هنعملها بطريقة حلوة وإن شاء الله تعجبكم. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. زي ما انتوا شايفين انا جايبة كده كمية من الطماطم، تقدري تجيبي الكمية اللي انت عاوزاها. دول حوالي 7 كيلو. بتجيبي الطماطم تكون كده متماسكة، ما تكونش طرية، وبتكون في نفس الوقت لونها احمر علشان تبقى حلوة في الصلصة، لان دايما بيفتح لونها بعد ما بتستوي حتى لو حمرة جدا. بجيب كده الطماطم عندي بغسلها كويس جدا، وبعد كده بنقعها شوية في الخل، وبعدين بشطفها وبتبقى معايا زي ما انتوا شايفين. وبعدين ببدأ بقى بسكينة كده رفيعة، ببدأ اشيل الجزء اللي تحت كده، بس بجيبه من جوه، يعني بقورها كده من جوه زي ما انتوا شايفين. وبعدين بقطعها 4 تربع، مش لازم توصلي للآخر، لو عايزة تقطعيها تقطيع عادي براحتك. وانتي بتقطعيها كده تقدري تبصي في القلب بتاعها تشوفي الطماطمايه مظبوطه من جوه ولا لا. لو فيها حاجه طبعا بتستبعديها. بقورها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بعملها 4 تربع. هعمل الكميه كلها اللي انتوا شايفينها دي وارجع لكم تاني. بعد ما قطعت خلاص الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ ارفع بقى الحله كلها كده على النار، وهكون مشغله النار عاليه عادي في البدايه. مش هضيف لها اي ميه خالص نهائي، هي كده كده هتنزل الميه بتاعتها. هضيف لها بس معلقه كبيره كده من السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والسكر هنا بيكون مادة حافظة. وهبدأ اغطي عليها واسيبها لحد ما تغلي. اول بقى ما تبدأ تغلي كده وتبقى في مرحلة الغليان، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين كمية المية اللي هي نزلتها؟ عشان كده انا مش بضيف لها اي مية خالص. هبدأ بقى اغطي واهدي عليها النار، اخليها زي الشمعة. بعد كده بفتح عليها بعد وقت من الغليان معين. بعرف ازاي ان هي استوت؟ بشيل كده، بمسك القشرة كده بلاقيها اتفصلت معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزاها تكون تقيلة قوي علشان لما نحطها في الاكل لسه بتاخد وقت تاني في التسبيك، فانا مش بحب اسبكها جامد، يعني بسيبها كده نص تسوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده ببدأ بقى اجيب عندي الهاند بلندر، ولو مش متوفر الهاند بلندر بتسيبيها لما تبرد خالص، وبعد كده بتضربيها في الخلاط عادي جدا. ببدأ كده اضربها كويس قوي وهي في الحلة لحد ما يكونش فيها اي حاجة خالص. هضربها كويس قوي وارجع لكم تاني. بعد بقى ما ضربتها كويس قوي هبدأ اسيبها بقى لحد ما تبرد، عشان وانا بخزنها في الاكياس مش هينفع نحطها وهي سخنة. هسيبها لحد ما تبرد ونشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. وبعد ما بردت الصلصة بتاعتنا بقت بالقوام والشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ ولونها حلو قوي من غير اي اضافات، هي معلقة السكر بس. طبعا بنستفاد منها في اكلات كتير قوي. انا هعمل جزء كبير منها، مش هصفيه، هعبيه كده زي ما هو. بجيب كده كيس من اكياس التلاجة، وعشان تسهلي على نفسك جيبي كده كوباية او برطمان واحط الكيس فيه بالشكل ده. وبعدين يعني طبقي الكيس كده لبره عشان ما يبهدلش الدنيا معاكي، وتبدأي تعبي زي ما انا بعملها كده بالظبط. تنفع طبعا معاكي في المكرونات كلها، في المحشي، في اكلات كتير، طبعا في السبانخ، في اي حاجة. انا هعمل جزء كده هعبيه زي ما انتوا شايفين، هكون مش مصفياها، وهسيب جزء صغير بس هصفيه علشان احتاجها مثلا لو في خضار طبيخ مثلا او حاجة بحتاج فيها الطماطم تكون متصفية، مش محتاجة فيها بذر او قشر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هبدأ اقفل الكيس، افرغ منه الهواء، وبعد كده هربطه. طريقة سهلة جدا وامكانيات موجودة في كل بيت، بتوفر علينا وقت كبير جدا، وبتكون سهلة. بتخرج الكيس من الفريزر وبتسيبيه يفك شوية، وبعد كده بتستخدميه عادي جدا.
زي ما انتوا شايفين البرطمان كده، وبحط الكيس فيه بالشكل ده، وبعد كده ببدأ اعبيها على طول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تقدري تعبي على قد الاكله اللي انت بتستخدميها، انت عارفه استخدامك قد ايه في الاكله، وتعبي الكيس على قدها. هخلص الكميه اللي انا اعملها وابدا اعمل الجزء اللي انا هصفيه بالشكل ده. هجيب مصفى وابدا اصفي الطماطم الجزء اللي انا عاوزاه على قد الاكلات اللي انا هعملها من غير بذر او قشر بالشكل ده. اصفيها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، اتخلص من البذر والقشر تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عشان نعلم بقى الاتنين من بعض في طريقتين. انا لسه ما عبيتش حاجه، دي الاولانيه ممكن تسيبي الكيس كده زي ما هو. وبالنسبه للجزء التاني اللي هي مثلا من غير بذر، تقدري تقصيها وتعلميهم، يعني يبقى في فرق بين الكيسين، تقص الجزء بتاع الكيس الزياده ده. وممكن تجيبي ستيكر كده زي ما انا عملت، وبتجيبيه عادي جدا، بيبقى في المكتبه، بتجيبيه كده وبتكتبي عليه مثلا من بره، بتوصي انا هكتب على دول بس، هكتب طماطم خضار يعني ان هي بتاعه الخضار، وبتكتبي كده على الستيكر زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده بتلزقيها على الكيس عشان تعرفي الفرق بين دي وبين دي، لان طبعا الحاجه لما بتجمد في الفريزر احنا مش بنعرف نفرقها من بعضها. ودي الطريقه بصراحه اللي انا بفضلها، بتكون طريقه سهله جدا وبتسهل عليا كتير. هبدا بقى اعبيها بنفس الطريقه. شايفين قوامها حلو قوي ازاي؟ طبعا دي انا مش بعبي منها، يعني ما بحطش في الكيس كتير عشان بتكون كافيه جدا انها تكون كويسه في الاكله بتاعتي بالشكل ده. هبدأ كده اربطها زي التانية بالظبط، وبعدين احط عليها الستيكر. افرغ الاول الهواء منها بالشكل ده واربط الكيس، وبعد كده احط عليها الستيكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بيكون سهل جدا معايا وبيسهل عليا. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين انا هنا خلاص خلصت الكمية كلها. عملت معايا شوية حلوين قوي، هينفعوني وهينجزوا معايا وقت. هحطهم في الفريزر وابدأ اخرج منهم قبل الاكلة بنص ساعة مثلا او حاجة. بتنفع في حاجات كتير، بتسهل عليكي لو هتعملي محشي منجزة جدا، هتعملي كشري، هتعملي في المكرونة فظيعة، يا دوب بتعملي بس الثوم او البصل وتحطيها وبتسلقي المكرونة، وفي 5 دقايق بتكوني مخلصة الاكل بتاعك. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تجربوها بالطريقة دي، ولو عجبتكم يا ريت تسيبوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. اتمنى كمان ان انت تدعموا الفيديو بلايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو، بيخلي اكبر عدد من الناس تشوفه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.